السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده هاخدكم معايا في جولة في مارسيليا بيتش فور الساحل الشمالي في كيلو 124 صيف 2025. اتمنى ان هو يكون فيديو خفيف عليكم وتستفيدوا منه. هقول لكم فيه ازاي توصلوا لمارسيليا بيتش فور وايه مميزاتها وايه عيوبها وازاي تقضوا وقت وتنبسطوا فيه هناك. اول حاجه دخلنا من بوابات الساحل وفضلنا ماشيين في الطريق قدامنا دايركت لحد ما طلعنا كوبري مشينا فيه يمين، وبعدين بنلف مع الصينيه وبعد كده بنمشي في الطريق دايركت كده زي ما انتوا شايفين. مش هندخل الدخله اللي كانت شمال دي. هننزل تحت بقى الطريق، هنلاقي الطريق مقسوم اتنين، في طريق سريع اللي فوق ده، وفي طريق بطيء اللي هو بيبقى جنب القرى على طول. لو انتوا رايحين اول مرة خليكوا في الطريق البطيء ده علشان ما تتلخبطوش وتمشوا مسافات طويلة وتبعدوا جدا عن القرية. هنفضل ماسكين الطريق اللي تحت ده اللي هو سرعته بطيئة، تقريبا السرعة فيه 60 تقريبا، وهنفضل بقى ماشيين فيه لحد ما هقول لكم قبل القرية ازاي نوصل. طيب لو احنا رايحين القرية، اول نصيحة بقولها لكم في الفيديو: نبعد عن الويك اند علشان الزحمة، غير طبعا لو احنا مضطرين. فلما بنأجر في وسط الاسبوع بنلاقي شاليهات كتيرة وبتبقى الدنيا رايقة خالص. كده احنا قربنا على القرية. اول ما بنلاقي اليافطة الكبيرة بتاعت زهرة العلمين بنهدي بقى كده العربية لحد لما بنلاقي جنبنا مول كبير كده وبيبقى فيه كافيهات ومطاعم كتير كده. خلاص احنا قربنا على مرسيليا. نهدي بقى الطريق لان اليافطة اللي هم حاطينها صغيرة جدا، ودي برضو عيب من السنة اللي فاتت. ما تعدلش يعني ان اليافطة دي يافطة صغيرة ممكن محدش ياخد باله منها. هنبدأ ندخل بقى في الشارع ده، وده تاني عيب للقرية، ان الشارع ده وانتوا داخلين فيه هتحسوا كده ان انتوا مخطوفين، او ان الشارع شكله غريب ومش مش منظم ولا مهتمين بيه. ولكن طبعا بندخل جوه بيبقى في عالم تاني خالص. على ايدينا اليمين بيبقى في قرية زهرة، ودي لسه تحت الانشاء بقى لها كتير قوي. وعلى ايدينا الشمال في هاسيندا، والبوابة بتاعتها الجانبية احنا عدينا عليها دلوقتي. خلاص كده احنا وصلنا لبوابة مارسيليا. وده كده المبنى اللي بصوره لكم، ده هو اللي فيه مكتب الار سي. كمان في مطعم فول وطعميه ومطعم سمك ومطعم فطير وبيتزا، وفي كافيه وفي سوبر ماركت فيه كل حاجه انتوا ممكن تكونوا محتاجينها. كمان في مكان تحت مكان سحب الفلوس بتاع اكتر من بنك، بس انا مش فاكره البنوك بالظبط ايه. جوزي نزل طبعا اخلص الاجراءات كلها بتاعه استلام الشاليه، وجاب لنا البريسلت كده اللي احنا هنستخدمها، وفعل QR كود على الموبايل. وبنبدأ بقى ان احنا نشوف هندخل القرية ازاي. طبعا QR بنستخدمه واحنا داخلين من بوابة القرية. شايفين اللي هو الموظف اخده وهيحط QR قدام الجهاز، هيفتح لنا البوابة كده. احنا خلاص فعلنا الايجار بتاعنا او فعلنا الايجارة بتاعتنا، وهقول لكم طبعا كل تفاصيلها اثناء الفيديو، ازاي بتأجروا وازاي الدنيا دي كلها او الآلية دي كلها بتمشي. طبعا بنكلم اللي احنا مأجرين منه، وبيبقى مدينا رقم حد مسؤول، هي مسؤول تسليمات للشاليهات، هيدينا رقم، ومسؤول التسليمات ده هيطلع معانا يوصلنا لحد الشاليه، وهيسلمنا كل حاجة شغالة في الشاليه، اذا كانت تلفزيونات، تكييفات، الميكروويف، التلاجة، الحاجات دي كلها بيجربها لنا ونتأكد ان هي سليمة وشغالة تمام، وبعد كده بنستلم الشاليه. طبعا السنة اللي فاتت انا كنت عاملة لكم فيديو زي ده وانا كنت رايحة مستأجرة. السنة دي برضو انا رايحة مستأجرة، ولكن انا بقيت بشتغل بروكر في القرية. انتوا عارفين ان احنا في سنة من السنين كانت نصب علينا، ومن بعدها بقيت اعمل لكم فيديوهات زي دي علشان اجيب لكم ناس مضمونة. فالناس المضمونة دول انا بقيت بشتغل معاهم، والحمد لله اتعرفت على اكتر من اونر في القرية وكلهم ناس محترمين جدا. والحمد لله كل الناس اللي اجرت معايا السنة دي مبسوطة جدا من الشاليهات ونظافتها ومبسوطة من القرية. الشاليه ده انا اجرته من مدام عبير. دي اول حد علمني اصلا الشغل بيمشي ازاي والدنيا بتمشي ازاي، واول حد اجرت منه في مارسيليا. الشاليه ده كان 3 غرف، ده كده الريسبشن والفيو بتاعه. وطبعا الشاليه كله او كل الشاليهات اللي انا بتعامل فيها بتبقى مكيفة ونظيفة كده زي ما انتوا شايفين. دي غرفة فيها سريرين، ودي كده الغرفة التانية برضو فيها سريرين
والشاليه ده كان دبل فيو، الفيو اللي انتوا شفتوه الاولاني، وكمان ده الفيو التاني بتاعه من الغرفة دي بيبص على البول على طول. يعني لو الولاد في البول تحت احنا ممكن نقعد نتابعهم يعني من البلكونة كده ونبقى مطمنين عليهم خالص. الشاليه ده زي ما قلت لكم 3 غرف وبيبقى فيه 2 تويلت. ده كده التويلت الرئيسي اللي بيخدم الغرفتين اللي بره، وفي غرفة طبعا بتبقى ماستر فيها تويلت داخل الغرفة. ده كده التويلت التاني، طبعا كلهم فيهم سخانات وكلهم شغالين مية سخنة يعني. ودي الغرفة التانية وفيها كمان مرتبة كبيرة، وبرضو الفيو بتاعها على البول على طول. كل الشاليهات طبعا في مرسيليا احنا شايفين كل مجموعة شاليهات بيبقى فيه في النص كده في بول بيخدمهم، وطبعا هم كتير جدا في القرية حوالي 21. ده كده كان المطبخ، استلمناه طبعا نظيف وكل الأجهزة كانت شغالة، مايكرويف، الكاتل، التلاجة، برضو التلاجة كانت نظيفة، وبتستلموا الشاليهات نظيفة وكل حاجة فيها تمام. طبعا هسيب لكم تحت اللينك بتاع الجروب بتاعي اللي انا عملته لمارسيليا، وهسيب لكم رقم التليفون بتاع الحجز لو حابين تحجزوا مع حد مضمون يعني ومش نصب. الحمد لله انا بقيت شغاله في الموضوع، والحمد لله كل اللي جرب الحجز معايا هتشوفوا بقى الريفيوهات على الجروب بتاعي ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. واللي ما جربش الحجز معايا ان شاء الله يجرب السنه الجايه او السنه دي، والشاليهات برضو تعجبكم كده واسمع منه ريفيوهات جميله زي الناس الجميله اللي بعتولي. دي كده بقى القرية بالليل. انا في اليوم ده منزلناش ما صورتش على البحر، فنزلنا بقى بالليل. شوفوا الناس كلها مفيش حد اصلا قاعد في الشاليهات، كل الناس نازلة تسهر على البول كده زي ما انتوا شايفين. هتلاقوا بقى العائلات الكبيرة قاعدين كده عاملين مجموعات، والولاد قاعدين بيلعبوا بقى مع بعض، مثلا جايبين ألعاب كوتشينة، أونو، شطرنج، حاجات كده بيلعبوا. في مراكب كده في البحر، هنا في البول يعني بالليل بتبقى شغالة، الولاد بيأجروها كده وبيلعبوا فيها. في شاشة عرض الكبيرة دي بيبقوا بيعرضوا فيها أفلام، وحاطينها في وسط كده مكان فيه كله مطاعم. الكارز اللي هي حوالين المكان ده كده بيبقى فيها مطاعم زي سينابون، وفي بابا جونز، وفي سيركل كي، وفي روكسي برجر، وفي كافيهات كتيرة قوي. الحقيقة انا ما صورتش كله، بطاطس وزلابيا. في كافيهات كتيرة كمان تانية جوه على البحر يعني على الرمل، بس الحقيقة الفيديوهات اللي صورتها كانت اتمسحت ومعرفتش انزلها لكم. وده كافيه كده كبير بيبقى جنب البول اسمه لافيدا. شايفين البنت اللي واقفه دي كده بتعمل مسابقات بقى بين الولاد، وبتشغل دي جي واغاني ومسابقات العاب ورقص وحاجات كده. دي الكيدز اريا بقى كمان، برضو الكيدز اريا دي فور فري يعني ما حدش بيدفع فيها حاجه، والولاد برضو بيدخلوا يلعبوا فيها. وانتوا قاعدين بقى في الكافيه كده جنبهم يعني قاعدين بتتسلوا، الصغيرين بيلعبوا. في كمان كافيهات بقى جوه على البحر، يعني زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي انا دخلت صورتها كانت اتمسحت. ده الجهاز بتاع الكيو ار برضو بيشتغل واحنا داخلين البحر، هصور لكم بقى الكلام ده كله بالنهار. تاني يوم كنا بقى رايحين البحر، الولاد سبقوا واحنا رايحين انا واختي، فاخدنا الجولف كار ورحنا بيها. الجولف كار دي ليها موقف بين الشاليهات والفلل، بنتحرك من الشاليه نروح الجولف كار ناخده لحد البحر. ودي في حد ذاتها للولاد يعني بيحسوها فسحه، يعني بيبقوا مبسوطين جدا وهم بيتحركوا بيه في القريه. ده برضو بيبقى مجانا لحد الساعه 8. اول ما البحر بيقفل بقى بالليل خلاص هو كده بيبقى بفلوس، بتطلبوه بفلوس لو حابينه يجيلكوا تحت الشاليه. لكن لحد الساعه 8 هو بتاخدوه من الموقف لحد البحر، او من البحر لحد الموقف بيبقى فور فري. ده كده شكل البول الكبير الصبح، شايفين ما شاء الله كبير جدا. ودي كده القصور اللي بره على البحر على طول. وده كده شكل الشط. هوريكم بقى الشاطئ بتاع المستأجرين. في 2 شاطئ المستأجرين، عاملين شاطئ الملاك في النص، والمستأجرين أقصى يمين القرية وأقصى شمال القرية. طبعا واحنا داخلين لازم نوري الموظف اللي واقف ده، بنوري له البريسلت بتاعتنا، وبنشغل الكيو ار بالموبايل على الجهاز، بندخل كل المجموعة اللي معانا. ده كده الشاطئ اللي هو في اقصى اليمين، وده دايما هتلاقوه زحمة لان الناس ما تعرفش اصلا ان في شاطئ تاني. ده بيبقى داخل المصدات بتاعة اللي عاملينها مرسيليا، مصدات الامواج.
وده دايما هتلاقوه زحمة. الشاطئ التاني بقى هتمشوا لأقصى الشمال بتاع القرية، ده بيبقى ورا المصدات، وده دايما زي ما انتوا شايفين بصوا فاضي، ما بيبقاش فيه ناس كتيرة أصلا، وعلى طول هتلاقوا فيه أماكن متاحة. كمان المية فيه هنا بحسها أنضف من المية هناك، يعني المية هنا هتلاقوها دايما رايقة، وعلشان المصدات هناك بتمسك الأعشاب. بالنسبة بقى للناس اللي كانت بتشتكي من ان المية مش نظيفة والمية فيها أعشاب وطحالب وحاجات كده، فيا جماعة البحر المتوسط كل واحد، يوم ما هيبقى فيه موج عالي هتلاقوا ده في كل القرى، البحر بيقلب الأعشاب دي وبتطلع لبره. طيب هي بس مشكلتها ان هي بتتكون جنب المصدات اللي هو ناحية شاطئ الملاك، اصلا مش في شاطئ المستأجرين، شاطئ الملاك اللي هو انا بصوره ده. لكن اللي هو شاطئ المستأجرين بصوا المية فيه شكلها كان عامل ازاي، وده زي ما قلت لكم الشاطئ اللي هو كان في اقصى الشمال اللي هو دايما رايق ده. طيب يا مروه، احنا محتاجين دلوقتي نحجز، وخايفين من النصب اللي بيحصل في كل الجروبات والحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها. طيب هسيب لكم رقم الواتساب بتاعي، وهسيب لكم لينك الجروب بتاعي عشان تدخلوا تشوفوا الشاليهات وتشوفوا الريفيوهات كمان بتاعت الناس اللي اجرت معايا السنه دي والسنه اللي فاتت. طيب نظام الحجز ازاي؟ حضرتك بتبعت لي عدد الافراد الكبار والاطفال، وبتبعت لي تاريخ السفر، وبتبعت لي المده كام ليله، وببعت لحضرتك الشاليهات المتاحه كلها. بعد كده بنأكد الحجز دفع ليله ديبوزيت. طب في اي مصاريف تانية؟ طبعا بيكون في رسوم للخدمات، الخدمات دي اللي هي هاوس وميه وكهرباء وغاز، بتندفع للمده كلها اللي احنا قاعدينها، بيبقى مبلغ صغير. وكمان في تأمين مسترد علشان لو حاجه اتكسرت في الشاليه حاجه كده بتتخصم من التأمين ده، بيبقى للشاليهات مبلغ، وللفلل بيبقى مبلغ تاني. هسيب لكم طبعا زي ما قلت لكم الرقم الواتساب بتاعي ولينك الجروب بتاع الفيسبوك تحت في صندوق الوصف. نبعد عن الويك اند، وكمان نحجز بدري، كل ما حجزنا بدري كل ما اخدنا شاليهات احلى. وكان عندنا اوبشن ان احنا نختار من كذا حاجة، وكمان الاسعار بتبقى رخيصة في اول السيزون. لما السيزون بيشد والقرية بيبقى عليها اقبال كبير ما شاء الله دايما، فالاسعار بتزيد شهر عن التاني، فاحجزوا بدري علشان تاخدوا سعر كويس وشاليهات كمان كويسة. نبعد عن الويك اند لان كمان زحمه، والاجراءات بتاعه الاداره بتاخد وقت شويه، فمع الزحمه والويك اند بتشوفوا بقى البوستات اللي هي بتشتكي ان احنا اخدنا وقت في الاجراءات وقعدنا اكتر من ساعه، فده طبعا بسبب الزحمه بتاعه نهايه الاسبوع. فالافضل خلينا في وسط الاسبوع، ده نصيحه يعني اللي انا بنصحها لكم، نحجز بدري اقل حاجه قبلها بشهر علشان ناخد سعر كويس وشاليه كويس. اتمنى يكون كان فيديو خفيف عليكم واتبسطتوا منه، متنسوش لايك وشير.